السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفه ديال الدجاج اللي كيجي مقرمش بحال الدجاج ديال KFC. خليكم معايا البنات غادي يعجبكم. اول حاجه كنحتاجوها بالنسبه لهاد الوصفه كنحتاجو سكنجبير، الابزار والتحميره او الفلفل الاحمر والثوم بودره، وكنحتاجو كذلك الملح. اول حاجه كناخذ هاد البول اللي كنخلط فيها التوابل، كندير تقريبا جوج معالق صغار ما يكونوش عامرين ديال الملحه، وكندير جوج معالق صغار عامرين ديال التحميره، ومعلقه تقريبا نص معلقه ديال الثوم ما كاملاش معلقه، وشويه ديال الابزار، وجوج معالق صغار عامرين ديال السكنجبير. وكنخلط مزيان هاد التوابل مع بعضياتهم. ومن بعد غندوز انايا عندي هنايا البنات الفخاد ديال الدجاج. يمكن لكم تستعملوا اي بارتي كتعجبكم في الدجاج، تستعملوا حتى الجنه وحتى هما كيجيو زوينين. حنا يعني كيعجبنا هاد الفخاد، داكشي علاش درتهم همايا. المهم كنوجد الفخاد ديالي، ومن بعد كناخذ معلقه ونص ديال دوك التوابل اللي وجدت من قبل كنضيفهم عليها. من بعد ما كنضيف دوك معلقه ونص ديال التوابل البنات، غادي نعاود نضيف عليهم زيت الزيتون، وكنخلطهم مزيان مع بعضياتهم، وكنخلي دوك الفخوضه يشربوا مزيان ديك التوابل. تقدروا تخليهم ليله كامله من الاحسن. انا خليتهم غير واحد الساعه هكاك، ومن بعد استعملتهم. ومن بعد كناخذ واحد الكسكاس اللي درت لتحت الماء يفور مزيان يسخن مزيان، وعاد الفوق كندير هاد الفخاد ديالي كنحطهم كيف شفتوا هانتوما، وغادي نغطي عليهم ونخليهم من 20 دقيقه حتى ل 25. ما كدوز 25 دقيقه كيف كتشوفوا البنات، ها هو الدجاج ديالنا واجد، وديك التوابل لاصقين فيه باقين هما هنايا. كنحتاجوا تقريبا كاس ديال الدقيق اولا ديال الفورص، وهنايا كنحتاجوا الشابلور اولا الخبز المحمص، وهنايا جوج بيضات اللي طربتهم، وكنحتاجوا ديك التوابل اللي خلطناها من قبل. من بعد كناخذوا دوك التوابل اللي بقاو لينا كنزيدوهم على الدقيق، وكنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم. من بعد ما خلطناهم، اول حاجه كنديروها هي كنهزوا داك الدجاج ديالنا كنفندوه في داك الدقيق مزيان البنات، يعني ما نكتروش ما نلصقوش فيه بزاف ديال الدقيق، ولكن ما نخليو حتى شي بلاصه ما يكونش فيها. وكنحطوه مهم ندوز نكمل كاع داك الدجاج بنفس الطريقه، كنفندو مزيان. ومن بعد نحاول نسوسو باش ما يبقاش لاصق فيه بزاف ديال الدقيق، ما يجيش داكشي داير بزاف. المهم غادي نكمل الدجاج ديالي بنفس الطريقه. اللي كنسالي البنات كندوز ليطاب الثانيه اللي هي غادي نشد داك الدجاج غادي نديرو في داك البيض اللي طربتو من قبل، وكنحاول ان داك البيض يكون شاد ليا في الفخذ كامل ديال الدجاج. ومن بعد غادي نفندو تاني في ديك الشابلور اولا الخبز المحمص. هاد الشابلور البنات اللي ما قادراش تشريها راه ممكن انك تصايبيها غير نتيايا، انك الخبز اللي كيبقى لك تشديه اللي كارم وطحنيه وهانتيا ها هي وجدتيها، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. المهم كنفندوه مزيان فيها، وكنحطو في داك الطبيص اللي حطيت قريب ليا، كنستمر بنفس الطريقه حتى كنقاد كاع دوك الفخاد ديال الدجاج اللي بقاو ليا. كيف كتشوفوا كنحاول ان حتى شي بلاصه ما تبقى بلا زعما ما فيهاش. وهنايا كملت كاع الدجاج ديالي كيف كتشوفوا ها هو واجد. ودابا غندوزو ليطاب تقريبا الاخيره اللي هي الطياب. كناخذوا الزيت اللي كنخليوها تسخن مزيان من قبل، ايوا من بعد كنحط فيها الدجاج ديالي كنحطو كامل، ايوا صافي. ومن بعد كنبقى مقابله خصني حيت عندي دايره البوطه مجهده، نبقى حداه نقابلو حتى وكان يطيب مزيان. لا بغيتو حاجه مزيانه خاصكم تقابلوها. كنبقاو تنقلب فيه حتى كنحس به يعني شد ديك الحموره ديك اللوي اللي خصو يكون فيه اللي كيكون عند داك الدجاج ديال كنتاكي. بحال ما هكاك كنستمر بنفس الطريقه كنقلب حتى كنوصل. وملي كيوجد الدجاج ديالي كنقدمو يا البنات بهذا الشكل كيف كتشوفوا هنايا.
كيجي غزال مقرمش، ما غاديش تندمي، غير جربيه، انا متاكده غادي يعجبك. وما تنساونيش من لي لايك ديالكم ولي كومونتير والاشتراك في القناه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. بسلامه عليكم.